هنشوف المحلات في جزارة، في مقلة، برضك في منظفات، محلات منظفات زي ما إحنا شايفين. هنخش كده على محلات بيع الدواجن اللي هو على الشمال ده أهو. في محلات خضار تاني. طبعا كل ما نخش في محلات خضار وفاكهة كتير أوي. أدي محلات فاكهة ناحية اليمين والخضار ناحية الشمال. هنكمل. كل ده يا جماعة بالليل، يعني مش بالنهار. الساعة حوالي 7 7:30 كده بالليل أهو. بقى خضار تاني. هو مشهور كشارع تجاري، كل حاجة متواجدة فيه. شارع المشروع ده بيبتدي من ناحية بشتيل ماشي، وبيلف لفة كبيرة لغاية شارع الأقصر من الناحية التانية. هنكمل. في بقى بطاطا اهو مشوية. يعتبر شوارع مهمة جدا. هنا في علافة وبيض، بتاع بيض، في بتاع فاكهة تاني اهو لما احنا ماشيين بتاع خضار اهو. بتاع خضار تاني، كل أنواع الخضار بالتسعيرة بتاعتها. شارع المشروع اهو. دي بقالة وعلافة وعطارة. مم. وخضار تاني، خضروات. عندي بقى خضار تاني اهو. هي الأسعار دي، الأسعار بتروح من 10 ل 12 جنيه في أغلب الحاجات. البصل النهاردة ب8 و10. دي قهوة مقهى في الشارع جميلة. شارع حيوي جدا، مش يعتبر جو ساقعة بالليل، فالناس بتبقى خافة شوية الرجل شوية. ده علاف كبير بردك، علافة وعطارة. ده منظفات أهو، ورقة نظافة. الجنب التاني محلات أدوات منزلية وأجهزة منزلية. هنعدي كده ونشوف في ايه تاني في الشارع. مم. كل ده انا ماشي على رجلي يا جماعة اهو. هنشوف هنا تاني. اهو ده يعتبر ده فرارجي بردك تاني، بيبيع مجزئات الدواجن. محلات ملابس بردك اهو. هنرجع نسأل كده على الدواجن وأجزائها. اه. قال لك كنا بنسأل عنده جوانح، قال لك لا. قلت له كانت بكام النهارده؟ قال لي ب35. طب الدبابيس؟ قال لي ب57 جنيه الدبابيس الكيلو. الدبوس اللي هو الجزء الخلفي للورك نفسه، الجزء الصغير. ده محلات مخبوزات فرنجي. مم. ده محلات ده عطارة مشهور برضك. ده خضرواتي، ده فاكهة، فكهاني. عنده الاستفندي اهو ب3 جنيه ونص، في 6 جنيه. أنواع تانية، في نوع تاني ب10. عندنا محلات ملابس، كل أنواع محلات الملابس موجودة. ده في شارع المشروع. هنكمل أهو. ده محل بيعمل فطير مشلتت، بيعمل فطير مشلتت اسمه الفلاح. محلات عصائر، عصائر قصب وفواكه.